بتعمل ايه؟ بدور على مكان اخرج فيه. وبتسال جوجل؟ انت هتخرج في قصر؟ وبعدين ايه تجون دي؟ ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ دي بليسز يعني مكان. مبدئيا كده بالاس يعني قصر، الجمله كلها اصلا يعني انا مش فاهمها، انت عايز جوجل يفهمها؟ انت بتتنك عليا انا عشان مستواك حلو في الانجليزي وانا لا. بس انت يعني قلت 100 مره ان انت عايز تاخد كورس انجليزي وما بتعملش حاجه، فجوجل بقى ذنبه ايه؟ شوف اللي انت بتعمله ده. انا ما عنديش وقت وكل الوقت رايح في الدراسه والشغل ما انت عارف. ما تشوف حد يتابعك على الاقل تعرف انت ماشي صح ولا ايه. الموضوع مش مستاهل كل ده، انا هتعلم لوحدي عادي يعني. طبعا دلوقتي بقينا جامدين في الانجليزي. مبتدئين ايه يا عم؟ انت بقالك 3 شهور ولسه مبتدئين. ما انا ما بداتش جد قوي، كل اسبوعين كده بشوف فيديو ولا حاجه، انا مش تحت الصفر قوي يعني عادي. ما تشوف حد يتابعك بدل ما انت شغال لوحدك كده. انت ولا هتعرف تحدد مستواك ولا هتعرف تبدا ازاي ولا اصلا هتعرف اللي انت بتعمله ده له لازمه ولا لا. ما انا مش فاهم حد يتابعني ازاي وانا مش هاخد كورس ده اصلا. حوار طويل بقى، تعالى نعمل كوبايتين شاي واشرح لك. تعال. بص بقى، في حوار اسمه المنتور شيب، ده مش سهل تلاقيه كتير في الانجليزي، بس المكان اللي انا بدرس فيه هيبدا يقدم. انت قلت لي بتاخد في مكان اسمه انريتش صح؟ ايه بقى حوار المنتور شيب ده؟ المنتور شيب ده المفروض ان هو نظام معمول لاي سيلف ليرنر، يعني شخص بيحب يتعلم بنفسه، شخص زي حالتك كده بتحب تتعلم لوحدك وعندك المهاره دي وعايز تطور مستواك في الانجليزي، بس مش عارف تبدا ازاي ولا تبدا منين ولا ايه المصادر اللي هتوجهك صح، وفي نفس الوقت هيكونوا متابعينك عشان ما تكسلش ويشوفوا بتحقق النتيجه ولا لا. مش جايز قاعد تقول انك بتحب تتعلم لوحدك وانت اصلا ما ينفعش معاك النظام ده، لان انت راجل مش فاضي وما عندكش مواعيد ثابته تعرف تنتظم فيها بكورس. جامد الحوار ده، بس هم يعرفوا مستواي منين وهذاكر ازاي ومستواي بيتطور ولا لا؟ الفتره اللي فاتت دي كان عندي امتحانات، فاضطريت ان انا اخش حوار المنتور شيب معاهم ده لان انا ما كانش عندي مواعيد فاضيه. ده حتى خدوا رايي ورفعوه في فيديو على البيج. يا راجل فين ده يا مرون؟ تحب تتعلم لوحدك؟ شايف انك سيلف ليرنر شاطر؟ عاوز تطور نفسك في الانجليزي بس ما عندكش وقت؟ يا ابن الذين انت عملت فيديو كمان؟ يا عم مش اقدم منك ب5 شهور. 5 شهور اللي انت كل ما تشوفني تذلني بيهم دول. المهم يا عم الحوار ده جامد جدا، شوف لي ابدا امتى وابدا بكام كده واسالهم لي على الحوار ده. اسالهم لك ليه يا عم؟ هعمل لك كل حاجه، ناقص اجي اعلمك كمان. اسالهم على البيج وهم هيقولوا لك كل حاجه. يا ماشي، ابعت لي لينك البيج بتاعتهم.